بموت واعرف العالم كيف تجمع مصاري. هذا انترو مشان حمسكم وخليكم تكملوا الفيديو الاخر. الصراحة ما بعرف بدكم تشوفوا الفيديو الاخر ولا لا، بس انه هيك. عم بتخيل. المهم مرحبا، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا الحمد لله. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم ما في فيديو، في فضفضة على حكي على تخبيص على جيب العيد. المهم كان دائما عندي سؤال واحد لكم نبلش القصة. انا هلا رايح لوين؟ على شغلي المقرف البشع. شوف حتى جاكيتي هلا هيك هون، وليكني لابس كمان جرابات. المهم انا لابس هلا، يمكن اصلا تاخرت على الشغل بس عادي، التصوير احلى من الشغل. المهم عندي سؤال واحد كان كل مرة انه انا بروح على الشغل مثل الكلب. ما بصير هيك كلام يا اخي، يمكن بروح على الشغل انسان عادي. بس دائما يكون عندي جواب، عندي سؤال. دائما عندي سؤال واحد اللي هو انه العالم كيف تجمع مصاري؟ يعني انا بشتغل 6 ساعات، باخذ تقريبا $150 بالشهر. اما صاحب الشغل بياخذ $150 بالساعة بيطلع. الحياة مش عادلة. ليش انا 150 خلال 30 يوم وبطلع 150 خلال ساعة؟ هلا ما في اذا خلال ساعة ولا ساعتين، بس يعني تقريبا. او قلنا نفترض بطلعهم بيوم واحد، انا بطلعهم ب 30 يوم. ما في عدل، والله العظيم ما في عدل، عن جد ما في عدل. حس حالك هيك عايش بس مش عايش. يعني انا دائما بسأل حالي، كل المليونيرات حول العالم، ايلون ماسك، اندرو تيت، ايمان كازي، مدري شو، كل اللي وصل من الفقر لمصاري كتير، بحر مصاري. كيف بلشوا؟ كيف وصلوا لهيك؟ صراحة ما عم أعرف، ما عم أعرف أبدا. وكل ما بسأل حالي بتشوش، قرر شو أعمل، وبعد الأفكار من راسي، لأنه صراحة ما بلاقي جواب. ممكن ما بعرف كيف، ممكن إنه يجيبوا مصاري، بس ما عم بلاقي جواب. ما في، إذا أنتم بتعرفوا جواب، إذا في جواب احكولي بالكومنتات، يلا احكوه هلا وخبروني. بس بتصور يمكن اشتغلوا كتير، لقوا الشيء اللي بيحبوه. هلا مثل انا الشيء اللي بحبه مثلا صناعة المحتوى، فممكن اذا هذا الشيء اللي انا بحبه اشتغلوا بطريقة صح وطلع منه مصاري. ممكن هن اشتغلوا على هذا الشيء، كان في شكل واحد شيء بيحبه فاشتغل عليه وحول الحب لبزنس. بتصور هيك هن عملوه. فهيك خليني اشرب شفة حياة. يا جماعة بعمل نسكافيه والله بتجنن، مو الا انا بعملها، بس عن جد عم بحكي. شي مرة صرت مشهور بدي اعمل محل كوفي شوب ودوقكم القهوة تبعي. شوفوا كيف، وبدي اعملكم اياها شي اسبوع ببلاش مشان دوقكم. انا بدي اعملها ان شاء الله، صرت مشهور. ايه، فانا هي المشكلة هلا بعانيها، وصراحة مو ملاقي جواب. ما بعرف، شي مرة انتوا سألتوا حالكم كيف واحد بصير غني؟ يعني حتى بتذكر اني جبت كتاب، هذا كتاب انه الاب الغني والفقير. طبعا قرأت كم صفحة منه وبعدين مليت، لانه قد ما سمعت عنه اذا قرأته بتصير غني ومليونير وملياردير. بس مليت، قرأت 10 صفحات عن جد ومليت. هلا كذاب، انا مو 10 صفحات قرأت، بتصور شيء 20 صفحة 30 صفحة، بس ما فهمت شيء منه. لانه انا بحس القراءة وجهة نظري طبعا ما بتنفهم. يعني ما بحس، انا لما اقرا ما بحب اشوف فيديوهات او هيك شيء، بس اما اقرا ما بحب. طبعا في عالم تحب القراءه وانتم حريتكم شخصيه هي الكم، بس انا ما بحب القراءه للاسف الشديد.
لانه بقرا الكلام فما بحاول ما بقدر احس فيه. عرفتوا كيف؟ وهيك. حاليا جهزت للشغل بس ماني حابب اروح على الشغل. يعني هو موجود الروحة إجبارية، ولكن القلب لا يريد الذهاب إلى العمل. ولكن ماذا أفعل؟ أريد أن أذهب لأحصل على بعض الفلوس. نعم. حاليا الساعة بتصور 2:30 أو أكثر. اشتغلت 2:35 دقيقة ودوم بلش 3، فهو الشغل بعيد شوي فأنا تأخرت. متأكد أن تشوف المدير هذا الفيديو رح يقلعني من الشغل. عم بتخيل اطلع من الشغل بعد الفيديو. بس انا مو اصلا قايل لحدا اني بصور على يوتيوب فيديوهات وهيك. حتى على فكرة دائما اللي بيكونوا بيشتغلوا بالشغل انا بكرههم. نصيحتي مني الكم، اي حدا لا تعرفوا حدا بالشغل اكثر من انه كشغل رفقات شغل بس. اما تضربوا لي معهم صحبة او يصير بيست فريند تبعك او يصير البيست فريند، يصير عندك بيست فريند بالشغل، لا. لانه كله بده يحفر الثاني وكله بده يثبت انه هو قولوا لي رحمك الله. شكرا لكم. ايه. فكل واحد بده يثبت لي حاله انه هو بالشغل، انه هو واصل، انه هو المختمه بالشغل. هو شو بيكون كله كذب والله العظيم. اسالوني انا اللي بعرف. ما في واحد تعرفت عليه بالشغل كان ابن حلال. استغفر الله العظيم يا الله، كلياتهم ما كانوا عالم مناح. ما بعرف ليش هيك، بس ما حدا كان منيح للاسف الشديد. أه، ما بعرف ليه، بس بحسهم بيحفروا للتانيين. انا بشغلي الاول كتير واجهت مشاكل، لانه انا مشكلتي اني عفوي يعني، باخذ الامور هيك كلها ضحك ومدري شو. بس العالم ما بينفع معها هي الطريقة للأسف الشديد. يعني ما بينفع معها انك تقعد تضحك وتتسلى معهم او شيء. صراحة كتير نهدت، وهذا الشيء كان سبب اني ادخل باكتئاب. بس بعدين الحمد لله هذا قصة كتير منيح. لانه بالنسبة لي شو ما بتقدم للعالم، رفقات شغل، رفقات كذا، رفقات كذا، ما يعني ما حدا فيه خير. عرفت شو؟ فنصيحتي لك ما يكون عندك رفقات شغل، خليهم رفقات شغل. ما تقرب على حدا كتير. اذا قربت رح يلدغك. عرفت شو؟ مثل الحية رح تلدغك. عرفت شو؟ لما تقرب عليها هنن هيك. ايه يمكن من هالموضوع لانه بيزعلني صراحة شوي. ايه هلا شو بدنا نحكي؟ آه، شايفين الأوضة صح مكركبة لأنه هي غرفة السباق. عم بمزح، هي غرفتي، بس هي غرفة إنه كل شيء ما بدهم إياه أهلي البيت بيلحشوه هون. فمشان هيك شوي مكركبة. هون الحرامات، هون التخت اللي بنام عليه كل يوم. ايه وهيك نشرب حياة، رشقة حياة. امم طيبة والله. ما بتعرف شو بدي اعتذر على شغله هلا اتذكر انه جبت العيد بالفيديو وقلت انه كلمة انه شبهت الانسان بالكلب، قلت انه انا عن حالي كلب. هذا شيء حرام بالاسلام، فبعتذر عن هاللقطة اصلا. ايه وهيك. خليني اقوم البس الجاكيت مشان نروح. استنوا البس جاكيت معاكم. استنوا. هذا الجاكيت جبته من ديور. عم بمزح. هاد بالي يا جماعة، من البالي. ما بعرف شو يعني بالي، يعني أواعي مستعملة. بالي بالسوري ما بعرف شو بيقولوا لها انتو عندكم، بس انه بالي. شوفوا شوفوا من جوا شو حلو. يو القط الاسود. نلبس الجاكيت. انتو هيك لازم تكونوا لكم مشان تشوفوني. ها، نلبس الجاكيت. كمان هي الكنزة اللي لابسها من البالة، ولابس تحتها هيك كنزة بيضة حركات بركات، اساس يعني انه انا شو، انه انا مختم الفاشن. لا تحكي انجليزي. مختم الموضة ومختم كل شيء وهيك. هيك صار شكلي تصور تمام. صراحة ما بعرف شو بدي احكي عنوان لهالفيديو، بس انه هيك.
والله اليوم كيف طالع شكلي، صح مرضان ومقرب وكذا، بس شو بدي اعمل؟ بنقول الحمد لله، وهيك شو بنقول؟ بيكون شفتوا يا جماعة اني مرضان، وهيك بيكون خلص فيديو اليوم، وباي. لا قلبت معي كثير، عم بمزح عم بمزح عم بمزح عم بمزح. صلوا 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 انه هي شو النجاة الوحيدة الكم، وبايز.